الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نقل تلفزيوني مباشر عبر القناة الرياضية في هذه الأمسية الرياضية القوية، حيث سنتابع الكلاسيكو، الحوار الذي يجمع بين فريق الرجاء الرياضي وفريق الجيش الملكي، واحدة من أبرز وأقوى المواجهات الكروية في الساحة الوطنية، حيث يجتمع الفريقان اللذان يتوفران على تاريخ طويل من التنافس الرياضي والشغف الجماهيري الذي سيضفي أيضا طابعا خاصا ورائعا على هذه المباراة. صراع يختزل في طياته العديد من الأشياء الهامة الكروية القوية بين فريق الرجاء وبين فريق الجيش الملكي، طموحات كل فريق من أجل الظهور بالشكل المناسب وبالصورة المثلى في واحدة من المباريات التي نتمنى الصادقين أن نتابع من خلالها الأداء الكروي وأيضا الفرصة الجماهيرية الكبيرة. جانب من الحضور، جانب من الجماهير. ينطلق الكلاسيكو بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي. كرة للرجاء من الشمال اليسرى، عملية هجومية داخل منطقة الجزاء، فرصة تسديدة، أول هدف يضيع، أول هدف يضيع في محاولة هجومية. تاكناوتي يراقب ما يحدث. صابر بوغرين الذي قدم مستويات عالية جدا في كأس الأمم الأفريقية تصدح، ونحن نتابع عملية هجومية، محاولة تسديدة لكنها ضائعة، عادت مرة أخرى مع موري للرجاء الرياضي. تغيير كلي نحو الجهة اليمنى. صابر بوغرين للاستخلاص، محاولة المرور، ضاعت الكرة ثم عادت بعد ذلك لصالح فريق الجيش. بيترو اتليتيكو لواندي انتر كلوب لواندا، 26 مقابلة رسمية مع المنتخب الأنغولي. كرة للجيش، محاولة واختراق، فرصة ممتازة فحلي، ولكن في غياب المساندة، في غياب المتابعة، ضاعت كرة مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. قام بجهود كبير فحلي، انطلق من الجهة اليسرى، حاول يمر، دخل بالكرة ديالو داخل منطقة الجزاء. لاحظوا هنا كيف نسل من الجهة اليسرى ذو 28 سنة الذي قدم هذه العملية الهجومية وأول محاولة من جانب فريق الجيش الملكي، لاعب سابق في فريق النهضة البركانية، وقبله كان المباراة على اللاعبين نعم، ولكن ثقل أيضا على المدربين. كرة من جديد للجيش الملكي في عملية هجومية، محاولة الاختراق، دخول السقوط داخل منطقة الجزاء، والحكم يقول مواصلة اللعب، ليس هناك شيء. فحلي الجيش الملكي، هذه عملية هجومية، محاولة جنسية من خالد تورخان، تمريرة ممتازة كتفعل فحلي، إمكانية اختراق، دخول بحث عن تسديد، هنا محاولة تسديدة ولكن بطيئة. غير تماما الجهة اليسرى بالعمري، هذا من الفاتي، محاولة الاستيلال، كرفع كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة الحارس في المكان المناسب، تغطية دفاعية من ودي ما كانت جيدة، ولكن تعناوتي كيتمكن من إيقاف الكرة. كنشوفوا في الصورة اسماعيل خافي. الجهة اليمنى فحلي، تمريرة ما خرجاتش، لا تزال العملية الهجومية من جانب فريق الجيش مستمرة على تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة تسديد، أحمد حمودان، تسديدة، والقائم ينوب عن الحارس، القائم الأيمن ديالو، المراوغة والمرور ما يختار، كيرجع الكرة للخلف، محاولة هجومية لصالح فريق الجيش الملكي، والحارس تحرر في المكان المناسب. اختار اللحظات اللي مرات على فريق الرجاء الرياضي كنشاهدوها الآن، ولاحظوا الاستلال وايضا تسديد احمد حمد. تعود هذه المره لصالح فريق الجيش الملكي. هذه الكره تمريره من زين الدراك، الجهه اليمنى الفحلي، محاوله من رضا سليم، تسديده ممتازه فوق المرمى بسنتيمترات قليله. يضغطون، يقتربون، يحاولون، يبحثون عن فرصه لوضع الكره في الشباك. رضا سليم كان قريبا من وضع هذه الكره في الشباك. لاحظوا كيف اتت هذه العمليه الهجوميه، اخذت في خط وسط، تم انتزاعها في خط الوسط، بعد ذلك جات انطلاقه الجهه اليمنى. رضا الاداء القوي من جانب الحريمات والفحلي. نشوفوا هنا اللقطه اللي تم التعامل معها من صابر بوغرين، اول محاولة، كرة لفات داخل منطقة الجزاء، محاولة صوب خطي، التحضير من جانب الدفاع على الاستلام، المراوغة والمرور. ماذا يختار الشولي؟ يمر بهذه الكيفية، اسم سابق في فريق اتحاد طنجة، لا تزال مستمرة متواصلة، كرة داخل منطقة الجزاء، تمريرة بهذه الكيفية، رضا سليم أو أحمد، هناك توجه خالد تورخان. رضا سليم، مرور، اختراق ديال فريق الجيش الملكي، المحترق ديال فريق الرجاء واضح. عملية هجومية، محاولة من آدم الفاتي، يحاول يمر، ماذا يفعل؟ يحافظ على هذه الكرة، يختارها الجهة اليسرى، محاولة ممتازة ولكن في آخر مطاف
السقوط. الحكم يرى الكرة في الركنية. هذا ملفات يطالب بنا الملاعب العالمية وقدموا أنفسهم بصورة جيدة، لذلك تشاهد هذه الأسماء تحضر بهذا الشكل، تعطي دفعة معنوية وأيضا تخلينا نشوف الشيء القادم اللي بإمكانه يحتك ويأخذ الفرصة ويتعلم أشياء عديدة، لأنه ليس فقط في المقابلة التي نشاهدها ولكن أيضا لأنه مرتبط بعض الشيء. الكرة التي لمسها وبعد ذلك غادرت، ثم هذه اللي كانت من جانب فريق الرجاء الرياضي. محاولة المرور، العبور، الحكم يرى أن هناك ليس هناك شيء. استمرار تحريمات. صدقوني كيف هي الأجواء هنا داخل المركب الرياضي محمد الخامس مدينة الدار البيضاء، مثيرة جدا. كرة من رضا سليم يلعب أمامية، محاولة الانسلال، المرور، هل فيها تسلل أم لا؟ كرة تدفع، تسديدة ومباشرة إلى خارج رقعة الملعب. قبل ذلك الحكم يعود للإعلان عن تسلل. نشوفوا اللقطة، عملية الانسلال المباراة من كل فرصة من كل لقاء. كرة للرجاء، صوب هذا من فاتي ضايعة، ثم صابر مغرين يتدخل، مكعاسي يستلم ادم الفاتي، عمليه هجوميه محاوله تسديد، كره تسديده ولكن تقييم من الدفاع من يونس. العديد من الفرق كره تنفذ داخل منطقه الجزاء من جانب فريق الرجاء. تحضير ضائعه لا تعود من شبابنا فولكسوت، الاستعانه بالتمرير العرضي الجانبي بحث عن الراسيه ولكن تغطيه دفاعيه. هذا كان هناك ستيم العذاب بشكل جميل. غادي نشوفوا الاعاده في الوقت المناسب بطبيعه الحال. تابعوا هذه العمليه الهجوميه الان. معموري بالعامري اخذ ورد، تنفذ هذه الكره داخل منطقه الجزاء ولكن في غياب متمم العمليه، فقط دفاع شمالك الى حدود اللحظه للعشاق الارقام والاحصائيات. كره لادم النفاتي بدا يفعل عمليه هجوميه، الانسلال، دخول داخل منطقه الجزاء، تمريره بهذه الكيفيه وكأن نعم ذاك ما فعل تدفوجي. تمكن منها الكره تعود من جديد لصالح فريق الرجاء الرياضي. احمد البنون، الاختراق، التمرير، الانسلال داخل منطقه الجزاء وتدخل تدفوجي. يبعد الخطر مرفوعه من الحكم المساعد. شوف على ان هناك تدخل وشوف على ان هناك مخالفه. تدفوجي لأصيب، اتمنى ما تكونش اصابه مؤثره مقلقه. فريق الجيش الملكي احمد حمودان ماذا يفعل؟ يلعب مع سيدي دراك. الافضليه خلال ساعه يمكن نشوفوا من تمريرات فريق الجيش الملكي، عمليه هجوميه دخول داخل منطقه الجزاء، تمريره وغادرات الخط الخلفي، ضربه مرمى. ادم الفاتي يلعب كره مع صابر مغرين، مرور ممتاز صابر، تمريره من محاوله من الجهه اليمنى ضيعه، ترجع عند اسماعيل خفي ولكن هناك تدخل احمد رضا وايضا تدخل الاخيره. كره للرجاء، الرجاء في محاوله الانسلال عن طريق من ادم الفاتي، يبحث عن بوركسوت امكانيه التنفيذ او تمرير، دخول داخل منطقه الجزاء، اتمام العمليه والانقاذ وفي اخر المطاف الحارس تكنوتي في المكان المناسب. اسماعيل خافي بذل المجهود، اسماعيل خافي الذي يبدو على انه متحرك يبحث عن استلال الكرات الخط الامامي. كان قريبا، لاحظوا 30 سنه لخافي في القادسيه وقبل كان في اتحاد طنجه ثم في السجن، واجد تغطيه دفاعيه قويه يبني حريمات يونس عبد الحميد وبالجانب اليسرى كاريرو. كره الرجاء مرة أخرى، عملية هجومية بهذه الكيفية ومحاولة الاختراق. الحكم يقول تدخل على الكرة ولكن غير مرفوعة من الحكم. شوفوا مخالفة إذا الحكم. اللاعبين يدخلوا داخل منطقة الجزاء، كيف سيتعامل مع دفاع فريق الجيش وكيف سيتعامل مع هجوم فريق الرجاء. كرة تنفذ صوب الحارس، الكرة الثانية تعود مرة أخرى التسديدة ولكن إلى خارج رقعة الملعب. الجيش الملكي، يونس عبد الحميد، كاريرو، الانسلال، نعم ينطلق الفحلي، المراوغة والمرور، ماذا يختار؟ يعيد الكرة لكاريرو، أخذ ورد، الأمامي لا تزال من جانب فريق الجيش الملكي، محاولة
محاولة تسديد، فرصة للتسديد، اختراق، دخول وتقديم من الدفاع من خالد تورخان. كانت التسديدة والدفاع يبعد الخطر، يبعد هذه الكرة. دفاع فريق الرجاء، كرة في الركنية. في لحظة كان الانسلال، لحظة كان الاختراق. طوال الخامة يلتحقون داخل منطقة الجزاء من جانب الجيش الملكي. كرة لا تزال للجيش، فرصة التسديد ولكن هناك تغطية دفاعية وإلى تماس لصالح فريق الجيش الملكي. كارنيرو، الجيش ضاغط لاعب ويبحث عن الاختراق أكثر من مرة. هنا كرة، هنا محاولة من خالد تورخان، تمريرة من جديد داخل منطقة الجزاء، محاولة التسديد من يونس عبد الحميد، تسديدة ولكن فقط للحارس. نعم فقط للحارس المهدي الحراق، تمكن من إيقافها أحمد حمودان. كان في وضعية مثالية، لاحظوا لعبها في الزاوية دي ضائعة، تعود لصالح فريق الجيش الملكي. عملية الانسلال، البحث عن الاختراق، السقوط. الحكم يقول هناك مخالفة. فهدي يبحث عن المرور، يبحث عن الانسلال. مشاهدينا الكرام، احداث هذه المقابله التي تلعب هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. هذه كره عمليه هجوميه، محاوله لصالح فريق الجيش الملكي. انس باش كيحصل على ركنيه. هناك مطالبه بلمسه يد داخل منطقه الجزاء، احتجاج على الحكم محسن السردي. الحكم كيشوف بان الكره مشات للركنيه، كيعلن على ركنيه. لاحظوا هنا كره انس باش يسعد للتنفيذ. رضا سليم، مجموعة اللاعبين داخل منطقة الجزاء. 2 دقائق الإضافة الحكم، دقيقتان 2. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، تعود للجيش الملكي. تسديدة لا تزال متواصلة، فرصة والحارس مهدي الأحرار ينقذ الموقف. وقبل ذلك الحكم المساعد ينقذ الموقف بإعلانه عن تسلل. الجيش الملكي الأقرب للتسجيل، الجيش الملكي الذي يندفع نحو الأمام ويبحث يضع الكرة في الشباك. كرة لعبت بهذه الكيفية، عانت للخلف، هويات من ودي وبعد يدي. تنفذ أمامية بالراس، لا تزال الرجاء. عملية الانسلال من الجهة اليسرى، يونس عبد الحميد ترجع الخفيفي، تحذير عن مستوى الخطأ الدفاعي. الجيش الملكي في الجولة الأولى بادرت أكثر من مرة، وفريق الرجاء أيضا بادر نحو معترك فريق الجيش الملكي، وكان يبحث عن الحلول. كرة أمامية، محاولة هجومية، البحث عن الانسدال، عن المرور، عن الاختراق. خافي يحاول المرور بهذه الكرة، وفي آخر المطاف إلى خارج رقعة الملعب. كم يظل كاريرو يتمكن من كورتو امامه حلمات. كاريرو يمر، مراوغه ممتازه للاعبين 2. منادات على الكره في الخط الامامي. هذه عمليه هجوميه، محاوله الانسلال ولكن بعيده، لم يتعامل معها بشكل ممتاز. فحلي طلب الكره في مكان جميل لكن لم يتمكن من استثمارها. كره للرجاء، الانطلاقه، عمليه هجوميه لخافي. اسماعيل يمرر للجهه اليمنى عند معموري يحاول يبحث عن المرور، يبحث عن المراوغه. ماذا يفعل؟ يحافظ على الكره، يرفعها داخل منطقه الجزاء والى خارج رقعه الملعب، الى خارج رقعه. محمد الخامس منحت تقريبا 4000 تذكره لجماهير فريق الجيش الملكي قصد الحضور للمركب الرياضي محمد الخامس ومتابعه هذا اللقاء. الوقت اللي نشوفوا هنا احتجاج من بدر بنون ومخالفه لصالح فريق الجيش الملكي. الاستعداد تنفذ داخل منطقه الجزاء بعيده تماما، اخذ وقته الكافي في اخر مطاف، ارسلها الى خارج رقعه الملعب. رضا سليم اللاعب اللي كان في الديانه المصريه، كان قد طموحاته اليوم مع فريق الجيش الملكي ان يتالق اكثر. كره من الجهه اليمنى، معموري للرجاء، الاختراق، الدخول، التسديد، ولكن التغطيه دفاعيه. وفي اخر مطاف الى رفقه فريق اتحاد طنجه، كره تنفذ راسيه، محاوله من جديد لكن ضائعه. صابر بوغرين وهي نفسه التسديد، ضاعت له الكره، تعود لفريق الرجاء الرياضي. الان اختيار الجهه اليمنى، هذا من الفاتي كان في وضعيه تسلل. الحكم يعلن على تسلل. الوثني يلعب هذه الكره
خالد هيتورخان يغير الجهه اليمنى. الانطلاقه والعمليه الهجوميه من احمد حمودان. الاستلام من فحليلان. كره للجيش عمليه المرور الاختراق والتغطيه الدفاعيه، لكن لا تزال للجيش الملكي لخالد هيتورخان. ينطلق يندفع يبحث عن المرور، يبحث عن إمكانية تسجيل. كرة تنفذ، تمريرة عرضية، كرة مميزة، فرصة، جول 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 جول. الجيش الملكي يسجل. الجيش الملكي يضع الكرة في الشباك. انس برش يضع الكرة في الشباك. 1-0. هذه الكرة التي لعب فريق الجيش الملكي واستثمرها. كرة في شباك الرجاء من انس برش الذي وضعها بهذه الكيفية وبهذا الاسلوب. فرحة كبيرة لجماهير الجيش الملكي وفي دكة الاحتياط. نعم، اسماء عديدة تقفز. مهدي الأحرار يستقبل هدفا يأتي بهذا الشكل. نفذت هذه الكرة بعرضية، دخول داخل منطقة الجزاء. انس باش يركنها في الشباك. كادت أن تكون ضربة بقاسية من خالد هيتورخان، لكن انس باش وحده وضعية جيدة يستثمر هذه الكرة. تمريرة ثم بعد ذلك ضربة مقاسية هوائية لم يتمكن منها خالد هيتورخان ويضعها في الشباك. انس باش يضع الكرة في الشباك ويسجل الهدف الأول في الكلاسيكو بين فريق الجيش الملكي والرجاء. حكم الساحة لرؤية اللقطة بنفسه وهو من يأخذ القرار النهائي. محسن سوردي يتوجه إلى شاشة الفار. شوفوا اللقطة. هذه لقطة جاءت بهذه الكيفية. نتابع. شوفوا هنا التحضير. إذا القرار بالنسبة للحكم، هل يعتبرها لمسة ويلغي الهدف أم سيعتبر اليد امتداد للجسم ويقر بالهدف؟ هذا الجدل التحكيمي وهذه اللقطة تحديدا من يقرر فيها وحكم الساحة محسن سوردي. شوفوا هنا اللقطة والكلمة لمحسن سوردي. إذن خذا القرار ديالو، خذا القرار الآن. يعود من جديد. خذا القرار الآن كي توجه لرقعة الملعب. القرار النهائي عند محسن سوردي. الآن مشى لرقعة الملعب، يقول لمسة يد ويلغي مشروعية الهدف الماضي. نعود ل0-0، نعود للتعادل. اهتزت المدرجات بالمركب رياضي محمد الخامس. كرة من جديد للجهة اليمنى، عملية هجومية لصالح فريق الجيش الملكي الفحلي. يحاول اختراق، يحاول يمر، سقوط، وراية مرفوعة من الحكم المساعد. وضربة جزاء، ضربة جزاء يقول الحكم، ضربة جزاء لصالح فريق الجيش الملكي. يقر بضربة جزاء محسن السوردي. شفت الإشارة وشفت الحكم المساعد اللي توجه للمنطقة، خذا الوضعية ديالو. محسن السوردي أقر بضربة جزاء. سنتابع الإعادة في اللحظة اللي كانت عملية التغطية وإبعاد الخطر من خفيفين. ونشوفوا هنا بالعمري، نلاحظوا نشوفوا الإعادة هنا. ننتظر. إذا يظهر على أنه سيذهب إلى شاشة الفار، سيذهب إلى شاشة الفار. وغادي نتأكدوا هذا النداء هل هو يهم إذا كان يعطيه ضربة جزاء، إذا كان يعطيه الحديث عن الفار يناقش ضربة جزاء. كما نتابع الآن. لاحظوا هنا عملية ديال اختراق، دخول داخل منطقة الجزاء. حكم محسن سوردي خدا القرار ديالو، يلغي مشروعية ضربة جزاء، يلغي مشروعية ضربة جزاء. إذا غادي نبقاو في تعادل. مقابلة مثيرة جدا، مقابلة مثيرة جدا. مرتين اثنتين يتدخل الفار. دوس سانتوس
لم يستسيغ القرار محسن سوردي لإتمام المشوار، وبالعمري يخرج من امتحان كان سيكون كرة تنفذ على مستوى الخط الأمامي. محاولة من جانب فريق الجيش الملكي. القرار الأول والأخير يعود لحكم الساحة، يعود لمن يقود هذه المواجهة لمحسن سوردي. كرة لا تزال مستمرة هذه المرة من جانب فريق الرجاء الرياضي. هذا من الفاتي، محاولة الانسلال، قبل ذلك هناك صافرة، هناك مخالفة. جو رهيب هنا بالمركب الرياضي محمد خامس. الجماهير التي تتابع الجيش الملكي والرجاء الرياضي. تابعوا الصورة. جماهير تأتي نزيج. نستمع الخلف طريق مسدود امامه. كره للرجاء من الجهه اليسرى، عمليه هجوميه لهذا من النفاتي المراوغه. ماذا يفعل؟ حافظ على الكره، يمرر اسماعيل الجهه اليسرى بالعمري. هذا من النفاتي يدخل داخل منطقه الجزاء، تمريره ممتازه وكاريرو ومن تمكن من هذه الكره، ولو ان التمريره ديال ادم من النفاتي كانت كيه. رضا سليم يمر ينسل، رضا سليم يراوغ ويحصل على مخالفه على الحكم. كان قريب ويشير البطاقه في حق مكعاسي. ورضا سليم يغادران. كره تنفذ ومحاوله مباشره الى خارج وقت الملعب. بعد لحظات لاخر 11 دقيقه. كره للجيش. كارنيرو يرفع لكره في القائم الاول. كره من الجهه اليسرى لصالح فريق الجيش الملكي. كاين تدخل الصديق الامين بالعمري. كره تنفذ من بوغرين. تغناوتي ياخذ وقت. هجمه مرتده مضاده من جانب فريق الرجاء الرياضي. الانسلال، البعث المعموري، المحاوله للمراوغه والاختراق والدخول. الكره للرجاء. تمرير او المراوغه استمرت وواصلت لكن داخل المنطقه. تصفيقات من الجماهير ومحاوله من جانب بولوكسوت، وهنا محاوله من صابر بوغرين. فرصه التسديد الاولى ضاعت والثانيه ايضا ضاعت. كره الى خارج وقت الملعب. المباراه اشتعلت والحوار اصبح افضل. صابر بوغرين كان في وضعيه جيده، لكن التغطيه الدفاعيه من جانب فريق الجيش الملكي. حاول خالد ينسل، خالد يمر، خالد يبحث عن لاعب في وضعيه مثاليه. نسباش يسدد، ولكن الكره قراها دفاع احسن. لا تزال عمليه هجوميه لفريق الجيش الملكي من الجهه اليمنى. الفحلي اخر 5 دقائق يصدر ستار هذه المباراة. كرة للجيش، كرة الجيش، محاولة المرور. الحكم المساعد كان قريب، والحكم ماذا يقول؟ هنا كرة إلى خارج خط الجانب.